هنا بساحة الشهداء بالقنيطرة أحضرت مصالح الشرطة المتهمين لإعادة تمثيل جريمة السطو على وكالة لتحويل الأموال نفذوها قبل نحو 8 أيام، حيث اقتحموا وكالة صباحا، هددوا المستخدمة الوحيدة بها لتسلمهم الأموال الموجودة بالوكالة. صافي حطيت لهم الفلوس، قال لي صافي هادشي اللي كاين، قلت له هادشي اللي كاين. صافي ربط لي يدي بالسكوتش اللور ودار لي السكوتش في فمي صافي. كانوا من سلب مجموعه من المبالغ الماليه من العمله الوطنيه، كذلك من العمله الاجنبيه لا سيما الاورو، وفروا معي المكان. المتهمون وحسب مصالح الشرطة تمكنوا من سرقة مبلغ 12 ألف درهم و700 يورو وهاتفين نقالين، أحدهما تم ضبطه بحوزة أحد الأضناء وهو الذي سيقود الشرطة للمتورطين. On a saisi et le portable et la photo ديال الميزا كوز كانت داخل ديال البورتابل، ومن تما ديكلونشات لافير وعملنا على ايقاف دوك الاضناء اللي لقينا عندهم محجوزات اللي كتمثل في اسلحه بيضاء، في دوك الاقنعه اللي استعملوا في الاعتداء، وعلى شيء داروا اون اوتر افير سيميلار ولكن في اون فارماسي. تحريات مختلف أجهزة الشرطة كشفت عن منفذي هذه العملية والتي لحسن الحظ لم تخلف ضحايا. يشار إلى أن عملية السطو هذه هي الثانية التي تعرضت لها هذه الوكالة في ظل غياب حارس خاص.